ماكر السيد كارلو أنشيلوتي من عام 2014. وبالنسبة لأوساسونا التي كان وقتها تحت قيادة الثعلب المكسيكي خافير أجيري في نهائي 2005 متواجدا في أرضية الملعب من أجل النهائي الكبير. روبياليس على يساره وهنا يحيي الجماهير المتواجد. نهائي كبير، ريال مدريد عين على الانتصار وعين تترقب مواجهة الثلاثي. نقل الكرة في الجانب الأيمن ولكن لمسة من الجانب الأيسر. خوان كروز يلعب الكرة عند عبد الصمد. الزلزولي يحاول يمر، الزلزولي خدمته الكرة، يسدد الزلزولي. دانيرو كونسيساو، كان في سافيو أيضا في خانة الجناح الأيسر. فينيسيوس حاليا متألق مع ريال مدريد بشكل الري هنا في لا كارتوخا، لكن لاعب الأورجاني اللي حاضر هنا في أرضية. أول عبد الصمد، الزلزولي مع الكرة، الزلزولي مرر كرة أمامية بكعب روبن بينيا، بينية من روبن بينيا، إيدر ميليتاو للزلزولي، لعيب يا كارباخال، لعيب يا كارباخال، روعة من الزلزولي وأروع من كارباخال اللي يطلعها قبل ما تبقى في شباك كورتوا. رمي التماس، الزلزولي بيحاول، الزلزولي، ولكن هنا دفاع رائع من ريال مدريد. تشواميني يرى في الجانب الايسر الى عبد الصمد. الزلزولي يرجع لاخوان كروز، عليه من اثنين كارباخال وفالفيردي. عبد الصمد حافظ على الكوره بيحاول يعدي ولكن هنا ريجو، لكن تنزل عند عبد الصمد. الزلزولي في وسط الملعب الى لوكاس تورو. مرة أخرى سيداتي أنساتي سادتي أعزائي أحبائي في كل مكان، طيب الله أوقاتكم بكل خير. 2005 مع خافير أجيري، صافرة شوط اللقاء الثاني من السيد خوسيه سانشيز. الزلزولي بيحاول المبادرة الآن من أوساسونا ولكنها تصطدم في داني كارباخال بكرة إلى خارج الملعب وإلى رمي التماس. اتنقلت من الجانب الأيسر، لمسة من عبد الصمد إلى أوروث ولكن هنا فيها خطأ على أوريليان تشواميني. ضربة حرة من نصيب عالية ولكن يطلعها المرة دي ميليتاو. لمسة من الجانب الأيسر إلى عرض ريال مدريد اللي في تلك الحقبة في عام 98 حقق لقب دوري الأبطال على في أقصى الطرف الأيسر. لكن شوف التدخل، مرور الملعب مرة ثانية. فالفيردي راوغ، شوف هنا بقى عبد الصمد ولد قطعها منه لكن رجع فالفيردي ضغط من جديد وهنا مرة ثانية الكرة يصفر لاعب الأيسر وحول مرة ثانية من جديد إلى عرضية ولكن المرة دي خبطت وصلت لتورو. أوساسونا يرجع، أوساسونا يرجع، لوكاس تورو. طويلة المرة دي، التحولات إلى الزلزولي على أكثر الانطلاق عن طريق عبد الصمد. الزلزولي كان معاه خوان كروز، الزلزولي عدى، الزلزولي بيحاول عبد الصمد يلعب الكرة والتسديدة ولكن راديجر في صفوف أوساسونا. السلام عليكم متتبعين قناة بين تكتيك، أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم. اشترك النجم المغربي والموهوب عبد الصمد الزلزولي كأساسي رفقة فريق أوساسونا في مواجهة ريال مدريد اليوم في نهائي كأس ملك إسبانيا، وقدم الزلزولي أداء مقنع وكانت تحركاته جيدة. الزلزولي كان نشيط في الجهة اليسرى لفريق أوساسونا وكانت تنقصه فقط الفعالية. وفي الشوط الثاني الزلزولي حاول كثيرا التسجيل ولكن لم يحالفه الحظ، ورغم خسارة الكأس بالنسبة لأوساسونا إلا أن عبد الصمد قدم مردود مقنع في المباراة. إذن هذا كل ما كان في فيديو اليوم، شكرا لكم على المتابعة، تحياتي للجميع.